رسميا ريال مدريد يجدد عقد داني سيبايوس لفترة طويلة. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا تمديد عقده مع داني سيبايوس لفترة طويلة، وأشار موقع ريال مدريد الرسمي على الإنترنت إلى أن الريال قد اتفق مع داني سيبايوس على تمديد عقده لمدة 4 سنوات حتى صيف عام 2027. انتقل الدولي الإسباني صاحب 26 عاما للعب في صفوف الريال صيف عام 2017 قادما من ريال بيتيس الإسباني بمبلغ 16.5 مليون يورو. لعب داني سيبايوس لمدة موسمين لفريق أرسنال على سبيل الإعارة، وعاد في الصيف الماضي لفريق الملكي وحصل على أكثر من فرصة للعب، وأثبت أنه من الممكن الاعتماد عليه في قادم السنوات. الجدير بالذكر أن داني سيبايوس قد لعب 120 مباراة حتى الآن مع الميرينجي على مدار ال4 سنوات الماضية، ونجح في تحقيق 11 لقبا، لقبين دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي والإسباني مرتين، ولقب الدوري والكأس مرة واحدة. توني كروس يوضح مصيره مع ريال مدريد في الصيف القادم. صرح الألماني توني كروس نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني أنه لا يريد التفكير في مستقبله مع الميرينجي، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن تمديد عقده لموسم إضافي. أعلن نادي ريال مدريد منذ أيام تمديد عقد نجمه الألماني لمدة موسم آخر حتى صيف عام 2024، وقرر توني كروس الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي بعد تقديمه مستويات طيبة هذا العام، حيث كان شرطه الأساسي في تمديد عقده والاستمرار في اللعب بأعلى مستويات. تحدث كروس حسب صحيفة أس الإسبانية قائلا: تجديد آخر في عام 2024. في الوقت الحالي لا أريد الالتزام بأي شيء، لا أعرف، ربما سيكون هناك قرار مبكر أكثر وضوحا أو لا، سنرى كيف سيبدأ العام وكيف يعمل كل شيء، ثم سأطرح على نفسي نفس الأسئلة التي طرحتها على نفسي في السابق وبعدها سنرى. وبسؤاله عن تواجده في ريال مدريد لمدة 10 سنوات رد قائلا: إنه لأمر رائع أن ألعب سنة أخرى في الملعب الجديد، والذي من المفترض أن يكون جاهزا للموسم القادم. نابولي يقترب من حسم مستقبل نجمه المطلوب في ريال مدريد. أفادت شبكة سبورت ميديا 6 أن نادي نابولي الإيطالي اقترب بالفعل من تمديد عقد نجمه الجورجي كيفاتشا كفاراتسخيليا لمدة طويلة الأمد بعد قيادته للبارتينوبي للفوز بأول لقب للدوري منذ أكثر من 30 عاما. حصل كفاراتسخيليا على لقب أفضل لاعب في بطولة الدوري الإيطالي للموسم الفائت، ونال إعجاب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها الريال. قالت التقارير الأخيرة بأن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لديه عرض على الطاولة، وتزعم المصادر أن هناك اتفاق من الجانبين حوله. كما ورد بعد ظهر الخميس من المقرر أن يوقع كفاراتسخيليا على عقد لمدة 5 سنوات مع الفريق الجنوبي الإيطالي، مع زيادة في الراتب من شأنها أن تجعله يحصل على راتب بقيمة 3 ملايين يورو في الموسم الواحد. ذكرت الشبكة بأن كفاراتسخيليا أيضا هو من طلب زيادة في الراتب من خلال وكيله، وهو يأمل والنادي في أن تساعد تلك الخطوة في صد العديد من الأندية التي حاولت بذل جهد لنقله من ملعب مارادونا هذا الصيف. مفاجأة: ريال مدريد يحسم صفقة مبابي بعد تلبية شروط باريس. يبدو أن كل شيء يسير بسرعة في مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حيث اقترب النجم الفرنسي من الانتقال إلى ريال مدريد بعد أيام مثيرة ماضية حول تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية. يفيد تقرير موقع PSG Community الفرنسي بأن نادي ريال مدريد ونادي باريس سان جيرمان قد تواصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن انتقال مبابي إلى النادي الإسباني. بحسب التقرير فقد توصل أمير قطر وفلورنتينو بيريز رئيس الريال إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، حيث ستكون 200 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون يورو كمكافأة، بعد إعلان مبابي قبل أسبوعين على عدم رغبته في البقاء في بارك دي برانس لفترة أطول من الموسم القادم. كان لدى باريس سان جيرمان خياران فقط، وهما تجديد عقد نجمه أو بيعه هذا الصيف. أكد مبابي بنفسه رغبته في عدم مغادرة النادي هذا الصيف، ونفى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في الوقت الحالي. لم يغير باريس موقفه، ويبدو أنه في النهاية سيوافق على التفاوض بشأن نجمه الكبير الذي قام بتجديد عقده قبل عام. وكما ذكر التقرير الفرنسي فإن لويس إنريكي هو المرشح الأول لتولي قيادته الفنية. ريال مدريد يتابع موهوب ناري. أفادت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز مهتم بالتعاقد مع نجم فنرباتشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن أردا غولا لاعب فنرباتشا التركي لفت انتباه الميرينجي للتوقيع معه، خاصة أنه صغير السن ويبلغ من العمر 18 عاما. أضافت: اللاعب الشاب يملك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 18 مليون يورو فقط، وما يجعل النادي الملكي يفكر في ضمه لتدعيم صفوفه. هناك أندية
فرق ترغب بشدة في التوقيع مع اللاعب الشاب أبرزها برشلونة الغريم التقليدي والذي يريد ضمه إلى كامب نو.